ماذا يفعل عماد النحاس قبل مباراة سيراميكا كليوباترا؟ عماد النحاس يصارع الزمن لتصحيح الأخطاء الدفاعية الساذجة التي يقع فيها لاعبي الفريق الفترة الأخيرة خوفاً من استغلالها من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا في المباراة القادمة. ما هي تحذيرات عماد النحاس للاعبين؟ تحذيرات شديدة اللهجة من عماد النحاس للاعبي الفريق من تسديدات عمر السلية وقدرة فخر لقائي على استغلال الكرات العرضية وأخطاء المدافعين الفردية قبل مواجهة سيراميكا. هل هناك توصية من لجنة التخطيط بخصوص تريزيجيه؟ الأهلي ينفي كل ما يصار حول وجود توصية من لجنة التخطيط بالنادي بإبعاد تريزيجيه عن تشكيل الفريق الأساسي في المباريات القادمة بسبب اللعب الفردي. كيف ردت قناة الأهلي على سخرية ميدو وخالد الغندور والزملكاوية؟ قناة الأهلي وأعلام الأحمر يرفض الرد على سخرية ميدو وخالد الغندور وبعض الزملكاوية من لاعبي الأهلي بعد النتائج الأخيرة، ويؤكدون أن الرد يجب أن يأتي من اللاعبين أنفسهم في المباريات القادمة، خصوصاً أنهم من سمحوا بذلك. ما نتيجة الفحوصات الطبية الأخيرة في الأهلي؟ طبيب الأهلي يؤكد أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة جميع لاعبي الفريق وعدم معاناتهم من أي عدوى نتيجة اختلاطهم بإمام عاشور في الأيام الماضية. هل زار لاعبو الأهلي زميلهم إمام عاشور؟ بعض لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري يزورون إمام عاشور في المستشفى للاطمئنان على سلامته بعد تأكد إصابته بفيروس A. ما هي حالة إمام عاشور الآن؟ مصدر مقرب من اللاعب يؤكد أن حالة اللاعب أصبحت مستقرة، ولكن قد يستمر احتجازه في المستشفى بعض الوقت وليس 3 أيام فقط، وقد يحتاج اللاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر قليلا للعودة للمشاركة مع الفريق مجددا. ما هو موقف أحمد سيد زيزو من مواجهة الزمالك؟ أحمد سيد زيزو يخضع لبرنامج تأهيل مكثف ليلا ونهارا في النادي الأهلي لرغبته في اللحاق بمواجهة الزمالك والرد على كل من يتهم بادعاء الإصابة والهروب من مواجهة.